تعتبر الطيور من بين المخلوقات التي تطورت بصورة مثالية. نظام دورتها الدموية ورئاتها أكثر فاعلية من الثدييات. إحساسها المتميز بالاتجاهات يقودها بأمان عبر القارات والمحيطات. تأقلمت الطيور مع الأقاليم المتجمدة في أنتاركتيكا والحرارة الاستوائية. إنها سيدة الأجواء المطلقة. كانت أسلافها على قيد الحياة عندما حكمت الديناصورات الأرض، لكن فترة طويلة مضت قبل اختفاء الديناصورات وبدء تطور الطيور الفعلي. لا يمكن فصل تطورها عن تطور الحشرات. بعد أن تكاثرت الحشرات الغنية بالبروتينات والدهون بأعداد هائلة، تمكنت الطيور من الحصول على طعام عالي القيمة. لقد احتاجت هذا الطعام لتشكيل ريشها وتحسين قدرتها الطيرانية المستهلكة للطاقة. لا يعرف أحد شكل أول طائر، وما يزال الطائر الأول البدائي يمثل أول المراحل في تطور الطيور. إنه أكثر الدلائل الهامة على عملية التطور التدريجي من المخلوقات المحرشفة وصولا للطيور المريشة. كان الطائر الأول المرحلة المتوسطة وجعله الريش أول طير معروف، لكن أسنانه وذيله الطويل يشيران إلى صلته بالزواحف. لقد عاش قبل 150 مليون سنة في المستنقعات القريبة من الشاطئ. لكن كيف تعلمت الطيور الطيران؟ ربما تحولت الزواحف على الأرض من السير على قدمين إلى الانزلاق، لكن هذا حدث فقط عندما كبر حجم حراشف الزواحف لتبدأ مرحلة تكون الريش. لم تقدم مكونات الريش الدفء فقط، بل مكنت هذه المخلوقات من الطيران أيضا. بعض الفصائل مثل البطريق تخلت عن محاولاتها في الطيران. كانت السباحة أكثر أهمية لها من الطيران من أجل العثور على غذائها في المناطق المائية المتجمدة من الأرض.